السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين بنستهل كل حلقة بآية جديدة. معانا الآية النهارده في سورة الكهف. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. طبعا القصة ما زالت طبعا قائمة، اللي كنا بدأنا حلقة منها قبل كده مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر. برضو ناخدها خطوات في حياتنا، ان انت كأن تحدي بينك وما بين الشيطان. لازم تصبر، يعني لازم تصبر. خدت طريق الصبر خلاص ما تحيدش عنه ابدا، ويقينك وثقتك بالغيب في الله عز وجل انه حتما سينصرك، وحتما سيحقق لك ما تريد وما تتمنى. طيب خلينا ندخل في حلقة النهارده. حلقة النهارده يا دكتور، لو انا مركب طربوش والطربوش ده حسيته بعد فترة بدأت اللثة تحته تلتهب، وحسيت ان انا مثلا عايز اخلعه وحسيت ان هو بايظ، ينفع ان انا اشيله وانضف تحته وارجعه تاني؟ اقول لك عادي، ممكن الدكتور بيشيله وبينضف تحته التسوس. لو كان مثلا سوس لاي سبب انه حشر اكل مثلا دخل تحته، دخلت ميه او بكتيريا، بينضف ويرجع طربوش تاني. مش شرط ان انا ارمي طربوش واعمل طربوش من اول وجديد، بس انك انت ممكن تكون يعني التسوس بسيط. لا التسوس مش عارف كان جامد وكلت جامد جامد من الضرس، بتضطر انك انت تعمل واحد غيره. بس انت امشي الخطوات واحده واحده، وربنا طبعا يسهل لنا يعني. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.